عالم الرياضة لا يمكن بناء الإنجازات بدون بنية تحتية قوية. الملاعب، مراكز التدريب، الأكاديميات، وحتى الإدارة الحديثة كلها تصنع الفارق. في شمال إفريقيا هناك 5 دول تتنافس رياضياً، لكن من يتفوق في البنية التحتية؟ في هذا الفيديو سنكشف ترتيب الدول من الأضعف إلى الأقوى، ونخصص مساحة أكبر للحديث عن الدولة المتصدرة والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به قارياً ودولياً. نبدأ من المركز الخامس، ليبيا. رغم أن ليبيا كانت تمتلك ملاعب كبيرة كميدان طرابلس وبنغازي، إلا أن الحرب والصراعات السياسية منذ عام 2011 أثرت بشدة على الرياضة. أغلب المنشآت تضررت أو توقفت، والمشاريع الجديدة تكاد تكون معدومة. البيئة غير مستقرة، ومراكز التدريب والأكاديميات في حالة غياب شبه تام. في المركز الرابع، تونس. دولة عريقة رياضياً، لكن بنيتها التحتية لا تواكب طموحاتها. ملعب رادس مثال بارز، لكنه قديم ويحتاج إلى تحديث. قلة الاستثمارات واعتماد كبير على المنشآت القديمة مع تأخر في بناء أكاديميات حديثة، كل هذا يضع تونس في المرتبة الرابعة. المركز الثالث، الجزائر. تطورت البنية التحتية بشكل واضح مؤخراً، خاصة مع بناء ملاعب مثل ملعب نيلسون مانديلا في براقي وملعب وهران الأولمبي، كما افتتحت مراكز تدريب حديثة، وهناك اهتمام متزايد بالشباب. لكن رغم هذا التقدم، ما زالت الجزائر تعاني من مشاكل في صيانة المنشآت وإدارتها على المدى الطويل. في المركز الثاني نجد مصر. تملك مصر ملاعب ضخمة كاستاد القاهرة وبرج العرب، كما أطلقت مشاريع عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة. استضافت بطولات كبرى مثل كأس إفريقيا 2019، وتملك بنية ضخمة من حيث العدد. لكن بعض المنشآت بحاجة لتحديث، وهناك تفاوت في الجودة. ما يميز مصر هو الحجم والتنظيم، لكن الجودة المتقدمة ما زالت تحتاج إلى دفعة أكبر. أما في المركز الأول وبكل جدارة نجد المغرب. لم يكن هذا الترتيب صدفة، بل نتيجة خطة مدروسة واستثمار طويل الأمد في البنية التحتية الرياضية. أولاً، الملاعب العالمية. المغرب يمتلك شبكة ملاعب حديثة موزعة على مدن كبرى: طنجة، الرباط، أكادير، مراكش، فاس. كلها بنيت أو تم تجديدها بمعايير دولية وتستوفي شروط الفيفا والكاف. ثانياً، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم. تشمل ملاعب تدريب، مدارس داخلية، مراكز طبية وتحليل أداء، وتخرج جيلاً من اللاعبين المحترفين الذين يمثلون المغرب في أوروبا والعالم. ثالثاً، مركز محمد السادس للتكوين، أشبه بمدينة رياضية متكاملة مخصصة للمنتخبات الوطنية بجميع فئاتها. كل شيء منظم بطريقة احترافية مع دعم تقني وطبي، مما يعطي اللاعبين بيئة مثالية للتطور. رابعاً، تنظيم البطولات الكبرى. المغرب استضاف كأس العالم للأندية، كأس إفريقيا للسيدات، وسيستضيف كأس إفريقيا للأمم 2025، كما أنه مرشح رسمي لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، وهذا يعكس ثقة العالم في بنيته التحتية. خامساً، الاستمرارية والرؤية. الأمر لا يتعلق ببناء منشآت فقط، بل برؤية متكاملة: تطوير الرياضة المدرسية، دعم الأندية، وتأهيل الإداريين، ما يجعل المغرب نموذجاً يحتذى به في إفريقيا والعالم العربي. هكذا تبدو الصورة في شمال إفريقيا. ليبيا تعاني من آثار الحرب، تونس تنتظر التحديث، الجزائر تتحسن تدريجياً، مصر تملك الحجم والتاريخ. لكن المغرب هو الوحيد الذي جمع بين الجودة، الإدارة، والرؤية المستقبلية. هل تعتقد أن بقية الدول قادرة على اللحاق بالمغرب؟ اكتب رأيك في التعليقات، وادعمنا بالإعجاب والاشتراك لنستمر في تقديم محتوى رياضي تحليلي وعميق.